السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا محدش يكلمني على صوتي لأن ده الطبيعي جدا بعد ما تكسب بطولة بشقاك وتعبك وعرقك دون تطبيل وتعريض من بعض المسؤولين. النهاردة بفضل الله الزمالك يفوز ببطولة السوبر الأفريقي على النادي الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية، وهو يستحق هذه البطولة. ولكن اللي مستغرب ان اللي سجل الهدف ناصر منسي. بصراحه التغييره اللي دي حصلت انا قلت ده نازل يخسرنا خلاص. طب واحد يجي يسالني يقول لي قبل اي حاجه انت ليه لابس احمر؟ اقول لحضرتك يا فندم انا كل ما بلبس فانله الزمالك في فاينل بطوله بنخسر، قلت اغير البس الفانله الحمراء لعل وعسى الناس شفت ان انا علبت اهلاوي ولا حاجه فربنا يكرمنا نكسب. ولكن مليون مبروك لكل مشجع زملكاوي، مليون مبروك لكل لاعبي الزمالك الرجاله، كل مبروك لكل مجلس اداره الزمالك والمسؤولين والجهاز الفني اللي خدوا اللقاء على محور الجديه، اللي خدوا اللقاء ما فيهوش اي استهتار. يعني فريق المنافس رسالة بس للكابتن رامي ربيعة يبقى نام عدل، لما تيجي تنام يبقى فتح عينيك ما تغمضش عينك. اتعلم من ناصر منسي، ناصر منسي اللي سجل هدف في الشناوي، هدف سيخلد في ذاكرة الأهلاوية زي ما هم زلونا. 27/9/2024 كانت الانتصار الزملكاوي، عكس 27/11/2020 القاضية. ممكن النهارده في قضية ناصر منسي وقضية لاعبي الزمالك اللي كانوا رجالة اللي فرحونا وشرفونا النهارده، وفزنا بالسوبر الأفريقي رقم 5 في التاريخ.